قادراش. شويه دخلت عندها المراه اللي خطفاتها ودقات ليها واحد البرا فيها مخدر، وجبدات واحد المنشار وقطعت ليها رجل وايد وباعتهم للحباسه اللي كياكلوا اللحم ديال البشر. وغير مشاو الحباسه رجعات ختنا لارلين وحلات ليها القفول وبدات كتجر فيها لداخل. ولكن ارلين هزات واحد الحديده وضربات بها ختنا حتى طاحت، وغير طاحت بقات كتضرب فيها حتى ماتت. ومن بعد حاولت تهرب، ومن زهرها لقات واحد السكي تماك واللي تكات عليه وبقات كتدفع برجلها. ولكن بسبب العايه والحراره ارلين غادا تغيب، ومن زهرها غادي يشوفها واحد الحباس من المجموعه اللي فيها الحباسه عاديين، هو يديها معاه عند الحباسه العاديين باش يداويوها ويخليوها تعيش معاهم. ومن بعد 5 شهور كنشوفوا ارلين وهي عايشه مع هاد الجماعه اللي قدروا يركبوا ليها رجل اصطناعيه، والحاله ديالها بدات كتحسن وقادره تتاقلم مع الوضع. وفي هذا الوقت كنمشيو عند ميامي الزعيم ديال الحباسه اللي كياكلوا اللحم ديال بنادم، وكنشوفوه عايش مع مراته وبنته. وميامي كانت عزيزه عليه بنته بزاف وديما كيرسمها، والعلاقه ديالو معاه كانت زوينه. موراها كنشوفوا ميامي جار واحد البنت صغيره باش يقطعها، والبنت بقات كطلب فيه باش يطلقها، ولكن خونا ما عقلش عليها وقطعها. موراها كلاها هو وبنته ومراته. وفي النهار الثاني مراته وبنته مشاو لواحد البلاصه بحال الزباله وبداو كيقلبوا على اي حاجه غادا تنفعهم. ولكن ماري ملي كانت كتقلب غادا تضربها شي حاجه لرجلها حتى طاحت وما بقاتش قادره تتحرك، وجات بنتها باش تعاونها ولكن ما قدراتش. وفي هذه اللحظه كتبان ارلين اللي حتى هي كانت كتقلب على شي حوايج في نفس البلاصه، وغير شافت ماري عرفاتها حيت سبق ليها وشافتها من قبل فاش كانت غادا هربانه على السكي. وارلين ما قدراتش تحكم في راسها وجبدات الفردي وتيرات فيها، قتلاتها قدام بنتها. ومن بعد مشات وخلات البنت بوحدها، وبلا ما تحس ارلين البنت بقات تابعاها من اللور حيت ما كانتش عارفه كيفاش ترجع لدارهم. وفي نفس الوقت كنشوفوا واحد الراجل كان حاضيهم من بعيد، وكنعرفوا باللي هو نفس الراجل اللي نقذ ارلين من قبل. وهو دابا شاف ارلين فاش قتلات مرات ميامي، وشاف البنت وهي غاده موراها.